السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بينا نفطر فطار سريع كده. هنفطر بانيه مقرمش ومكرونة سباكيتي بطعم خطير. الأول هنتبل البانيه المقرمش 3 بيضات. هنجهز بقى ملح وفلفل، دي معلقة خل يا إما معلقة ليمون، ملح وفلفل وتوم بودرة وبصل بودرة وبابريكا وكركم وكاري وبهارات فراخ وشطة. ملح وفلفل وتوم بودرة وبصل بودرة وكركم وكاري وبابريكا وشطة وبهارات فراخ، ونص معلقة صغيرة بحبهان مطحون على ورق لورا. طبعا تقلبي الخليط كويس وبعد كده بتنزلي بالبانيه. طبعا البانيه تنقعوه حوالي نص ساعة في التلاجة في قلب مية ومعلقة سكر ومعلقة ملح، وبعد كده تصفوه كويس جدا. تصفوه تاني حوالي نص ساعة تاني يتصفى في التلاجة برضو. طبعا بقى تقلبي كويس طبعا عشان يبقى كل البانيه متغلف بالخلطة الجميلة دي. وبعد كده هتروحي بقى مجهزة بقى، ده ربع فيجيتار عادي من عند العطار، وده ربع كريسبي، ومعلقتين دقيق ومعلقة نشا وشوية ورشة ملح ورشة شطة لو انت عايزاه سبايسي. وبعد كده بقى بتقلبيهم كويس. طبعا انا نسيت، بس انا بقولكوا يعني عشان كده تحطوا يعني المعلقتين الدقيق، او شايفين معلقتين دقيق ومعلقة نشا. وبعد كده بقى ايه، هتروحي بقى ايه مغلفة بقى البانيه كويس قوي. كتروا طبعا الكريسبي. طبعا اي عطار انت واثقه فيه هاتي منه الفيجيتاري السايب بيبقى حلو قوي. طبعا انا عندي خلطه البقسماط، بس هما طبعا احنا عارفين كل ولادنا بيحبوا اللي هو كريسبي قوي زياده عن اللازم يعني. طبعا بقى هنغلف كويس وبتضغطي ضغطه كويس قوي. كل ما تغلفي قطعه بتضغطي ضغطه جامده عشان يبقى فيها الكريسبي باين كده زي ما انت شايفه. وعلى فكرة أنا قليت على طول، ما سبتوش يتشمع يعني شوية في التلاجة ولا حاجة. وبعد كده طبعا بقى هنجهز كيلو مكرونة سباكيتي. وطبعا هنحط حلة على النار فيها مية بتغلي عشان نسلق المكرونة. طبعا واحدة كانت بتقلي وانا كنت بعمل البانيه، واحدة كانت بتعمل مكرونة يعني. هنا بقى طبعا بقلي البانيه زي ما انتوا شايفين، مقرمش جدا وخطير بصراحة. هنا بقى المية بتغلي، نزلت بقى بالمكرونة. الاكل كان سهل خالص كمان عشان احنا عاملين الطماطم مع بعض طبعا على القناة يعني. فيدوبك كده تسلقي المكرونة وفرمت بقى بصلاية للمكرونة وواحدة فلفل رومي وتوم، او بصلاية حمرة صغيرة وبصلاية بيضة صغيرة، واحد فلفل حامي وواحد فلفل رومي، وحوالي 3 فصوص توم فرمناهم كويس في الكبة بقى. وحوالي بقى ايه ربع كوباية زيت هنجهزها في حلة على النار، دي بعد ما فرمناها يعني. وادي الصلصة اللي احنا عاملينها مع بعض على القناة، عشان كده الاكل سهل جدا ساعة الفطار. طبعا دي حوالي ربع كوباية زيت، خليها نص كوباية زيت كمان يعني، نص كوباية زيت صغيرة. طبعا نزلت بقى بالبصلتين المفرومين الصغيرين الاحمر والابيض والفلفل الرومي الاحمر والاخضر، وحوالي 3 فصوص توم. وهتقلبي. طبعا احنا مش بنحمرهم قوي، احنا يدوبك بس يدبلوا كده يعني مش اكتر، يصفروا. اول ما يبقى لونهم اصفر كده او ذهبي كده، تروحوا بقى ايه هنجهز بقى الطماطم. طبعا دي رشة فلفل اسود، رشة كزبرة، هتنزلي على البصلة بتدي ريحة حلوة قوي قوي قوي. كزبرة ناشفة طبعا. وما تنسيش رشة السكر برضو. وبعد كده هننزل بكيس الطماطم ونغطي حوالي 3 4 دقايق، هتلاقوها فكت وبقت زي الفل. هتفك على طول 3 دقايق وهتلاقيها فكت. وبعد كده بقى ايه هنجهز بقى المكرونة.
طبعا مش عايزة تحطي مرقة براحتك، لان هي كانت البصل والطماطم والفلفل مخلينها طعمها خطير. ومش عايزة تحطي كمان فلفل اسود براحتك، ليها طعم تاني خالص. لو مش عايزة تحطي فلفل اسود ولا كمون، يعني ممكن تحطي الملح بس على البصل والفلفل والثوم. طماطم مكرونة طعمها حلو قوي، يعني طعم جديد شوية. طبعا بقى قلبت بقى كويس علشان الصلصة تغلف كل المكرونة. وكده خلاص بقى طبعا طلعت البانيه المقرمش على مصفى، اي مصفى عندك او ريك براحتك. وبعد كده بقى غرفت بقى المكرونة زي ما انتوا هتشوفوا، وغرفت البانيه. والاكل ده ما خدش ساعة بالظبط يا جماعة. طبعا بقى ترشي بلدي، طبق سلطة خضراء، زي ما تحبوا طبعا. إذا عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.